سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. توفير خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نقفة. تنظيم أنشطة نفير في عد قيح وأفعبت بمناسبة 20 من يوليو. مجموعة السبعة تصاعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. إيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار فلنحدد مراعينا ونهتم بها ونثريها في 17 من يونيو في ورشة عمل أقيمت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة. وقال السيد كحساي نقاش القائم بأعمال مسؤول قسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة إن الهدف من إحياء الذكرى هو رفع مستوى الوعي العام بشأن مكافحة التصحر والجفاف وعواقبهما وتشجيع مشاركة المجتمع. وأوضح أن التوسع العالمي للتصحر والجفاف واستنزاف الغابات يؤثر أيضا على بلدنا. وقال إنه تم اتخاذ مبادرات لتحديد المراعي الطبيعية في مختلف المناطق والحفاظ عليها وإثراءها. وقال السيد كحساي إن عوامل مثل تغير المناخ والجفاف المستمر وانخفاض قدرة المراعي والإدارة التقليدية للماشية وغيرها تعيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، موضحا أن هناك حاجة إلى مبادرات وجهود متضافرة من جميع الأطراف تركز على الجودة بدلا من الكمية لمعالجة هذه التحديات. وأخيرا قدم عرضا قائما على الأرقام حول برامج حفظ المياه والتربة الواسعة النطاق التي تم تنفيذها بعد الاستقلال وبناء خزانات المياه وإدخال المواقد خالية الدخان. وقدم الخبراء في ورشة العمل أوراق عمل تناولت وعود إريتريا وتجاربها في مكافحة التصحر والجفاف والمراعي والرعي والحفاظ على التنوع البيولوجي من حيث النظم الإيكولوجية للمراعي ودور الأعلاف الحيوانية في الإنتاج الزراعي والحفاظ على التربة والمياه في إريتريا والحفاظ على المراعي ورسم خرائط استخدام الأراضي الزراعية وغطاء الأرض. وشارك في ورشة العمل مسؤولون وخبراء من وزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة وهيئة الغابات والحياة البرية ومؤسسات التعليم العالي وعدد من الشركاء والجمعيات. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار معقولة في مديرية نقفة، ويتم توزيع الجرارات على إدارات الضواحي في اندلال وبقلة وماريت ونقفة وأقرع ومعه وأبيلو بسعر 175 نقفة للساعة. وأوضح المزارعون إن نتائج أنشطتهم الزراعية التقليدية لم تكن مرضية، لكن حصولهم على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة في السنوات الثلاث الماضية لحراثة أراضيهم في الوقت المناسب ساعد في رفع الإنتاج. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد محمود إدريس إن عمل الجرارات الكافية في الوقت المناسب له تأثير كبير على الأنشطة الزراعية، مضيفا إنه تم حراثة حوالي 860 هكتارا. تبرع سكان مدينتي كرن وحقات في إقليم عنسبة ب191 ألف نقفة لأسر وأبناء الشهداء بمناسبة يوم شهداء إريتريا. وبناء على ذلك جمع سكان منطقة الإدارة السادسة بكرن مبلغ 28 ألف نقفة وموظفو مؤسسات مختلفة في مديرية حقات ومستشفى قلاس العسكري مبلغ إجمالي قدره 163 ألف نقفة، وقاموا بالتبرع بها للعائلات التي حددتها الإدارات. وصرحت مسؤولة وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة جنة هبته بأن 20 من يونيو هو يوم تجديد العهد وتحقيق الأمانة، مشيدة بالمبادرة المتخذة.
في غضون ذلك قام أعضاء جمعية مالكي سيارات الأجرة الصغيرة في كرن بحملة نفير في مقبرة الشهداء بكرن في 16 من يونيو. وقال الأعضاء إن المهمة تبعث على راحة الضمير وأنهم على استعداد للقيام بأنشطة مماثلة بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في المستقبل. وقال السيد فكاري هبتآب وهو أحد سكان إدارة المنطقة الرابعة في كرن إنه أنفق أكثر من 37 ألف نقفة لحماية أكثر من 2000 شجرة من أشجار الشهداء من الآفات، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية. في الوقت نفسه تجري حملات واسعة النطاق عند مقابر الشهداء في جميع أنحاء إقليم عنسبة في الفترة من 11 إلى 19 من يونيو. عقد فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع المكتب المركزي لاتحاد المرأة الإريترية ورشة عمل في أسمرة شملت 13 مديرية ركزت على بناء أسر قوية وصحية وتنمية الروح الوطنية ورعاية قيم المجتمع في الأجيال الجديدة. ففي ورشة العمل التي عقدت في 16 من يونيو في مديرية مايتا مناي، قالت السيدة سلومي قبر سلاسي مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط إن الهدف من ورشة العمل هو تذكير المجتمع بشكل عام والآباء بشكل خاص بلعب دور قيادي. أوضحت الرائد تعبة كندية مسؤولة قسم الشؤون السياسية والتنظيمية في المكتب المركزي لاتحاد المرأة الجهود التي يتوجب بذلها لخلق بيئة يستطيع فيها الأطفال والشباب أن ينشأوا على الأخلاق الحميدة والوطنية في إطار العائلات التي تمثل قدوة لهم. وذكرت الآباء بضرورة بذل جهود جادة بالحرص على تزويد أبنائهم بالتعليم والمعرفة علاوة على احتياجاتهم اليومية وتربيتهم على الوطنية والقيم كي ينشأوا ليصبحوا مواطنين يفخر بهم الوطن والشعب. وكد المشاركون على أهمية ورشة العمل وحثوا على عقدها بطريقة منظمة لأنها تلعب دورا لا يقدر بثمن في تنمية شباب متميزين. أقيمت أنشطة نفير ونظافة بيئية وسباق عدو في مديريتي عد قيح وأفعبت بمناسبة 20 من يونيو يوم شهداء إريتريا. وبناء على ذلك قام أعضاء جمعية فرقة الأسلحة الثقيلة 74 التعاونية المقيمون في مديرية عد قيح في 14 من يونيو بأنشطة نفير في مقبرة الشهداء. والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية التربية واللغويات بأنشطة نظافة بيئية، كما نظموا سباق عدو شاركت فيه 3 مديريات. وتضمنت أنشطة النفير التي قام بها أعضاء جمعية فرقة الأسلحة الثقيلة 74 التعاونية العناية بالأشجار والتنظيف، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لأسر الشهداء من أعضاء الجمعية. وشملت حملة التنظيف البيئي في المدينة التي شارك فيها حوالي 3000 طالب وعضو في هيئة التدريس وموظف في كلية التربية واللغويات تشذيب الأشجار. في الوقت نفسه أقيم سباق عدو نظمه الاتحاد ألعاب القوى في نفس اليوم، شاركت فيه مديريات صنعفة وسجنيتي وعد قيح وتم توزيع الجوائز على الفائزين. بالمثل أقيمت حملة نفير شعبية في مقبرة الشهداء في مدينة أفعبت بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء، وتم بناء سياج المقبرة من خلال أسبوع من العمل المنسق من قبل الشعب وموظفي مختلف المؤسسات. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن مشروع الدهلو رقم 1 ساهم بشكل كبير في نجاح العمل من خلال توفير الآليات اللازمة. دعا قائد شرطة إقليم القاشبرك المقدم هيلا ميكائيل تسفا جابر في السيمينارات التي عقدها في الفترة من 13 إلى 15 من يونيو، دعا سكان مديريتي شامبوكو وعلي القاش إلى زيادة مشاركتهم الفعالة في مكافحة الجريمة لضمان سلامة المجتمع وتنمية البلاد. وأوضح بأن المهمة الرئيسية للشرطة الإريترية هي ضمان السلام وسيادة القانون وضمان سلامة وأمن البلاد والشعب واحترام القانون والنظام والتحقيق عند حدوث الجريمة وتقديم الجناة أمام العدالة. وقال المقدم هيلا ميكائيل إنه مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الجرائم والمخالفات أكثر تعقيدا، والتعاون بين الشعب والشرطة أمر ضروري للسيطرة عليها. وأشار إلى أن عدد الجرائم المسجلة في مراكز الشرطة على المستوى الإقليمي انخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، وزاد عدد الممتلكات التي تم تسليمها للشرطة بنسبة 5%.
من جانبهم أكد مدراء المديريات على أن السيمينارات لها دور فعال في رفع مستوى معرفة المجتمع ووعيه بالقانون ومكافحة الجريمة. ودعا المشاركون إلى تعزيز برامج مماثلة والحد من ظواهر العنف في حفلات الزفاف وحل مشكلة خدمات النقل والعمل معا لمكافحة المكيفات الخطيرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. اتفق قادة مجموعة السبعة على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. وأعلن ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز. فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقا في تقارير عن حادث بحري في القناة الإنجليزية إثر إبلاغ يخت عن تعرضه لنيران تحذيرية أطلقتها قطعة بحرية روسية أثناء إبحاره على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة حول الواقعة: نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنجليزية، فيما أوضح مصدر في الوزارة أن الحادثة يتم التعامل معها بوصفها منفصلة تماما عن عملية الاعتراض التي قادتها بريطانيا، والتي استهدف السفينة يشتبه بانتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. ورجحت المصادر البريطانية أن قطعة بحرية تابعة للبحرية الملكية هي HMS ميرسي كانت تراقب السفينة الروسية لحظة وقوع الحادث. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أكدت فيه أن فرقات روسية أطلقت نيرانا تحذيرية على اليخت بعدما اقترب منها على نحو خطير. قالت وزارة الدفاع التركية إن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت الوزارة في بيان في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف شمال الأطلسي وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف، سيتم نشر منظومة دفاع جوي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في غونيا. ويمكن استخدام هذه المنظومة ضد الطائرات المقاتلة والمسيرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية البالستية. وكانت قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في تركيا قد أسقطت صواريخ بالستية أطلقت من إيران 4 مرات منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ باتريوت جديدة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية. وأثار الذعر بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال وسونامي قبل 8 سنوات بحسب مسؤولين. وذكر المسؤولون أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة بالو، فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات. وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وسجلت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71
71 هزة ارتدادية، ما زاد من قلق السكان. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تسكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نقفة. تنظيم أنشطة نفير في عد قيح وأفعبت بمناسبة 20 من يونيو. مجموعة السبعة تصاعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.